انا نفسي اعرف انتي مستنيه ايه؟ ده الكيلو بقى ب5 جنيه. قومي هاتيلك شويه استفندي واعمليهم عصير حلو زي القمر زيك كده، وشيليهم بقى رمضان. عصير طبيعي 100% بكميات كبيره جدا، كمان هيكون مركز معاكي في التلاجة. الكوبايه الواحده تعمل لك كوبايتين. يلا نشوف الطريقه والمقادير، بس قبل ما نبدا صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. شجعوا بقى اختكم حوريه باجمل لايك، ويلا نقول بسم الله. تحسوني مخنفه شويتين فسامحوني. انا جبت هنا اليوسفي اللي هو اللي بيكون لونه احمر ده، بحبه جدا، بيكون مسكر وبيكون فيه ميه كتير كده وحلو قوي، مش زي التاني اللي هو المنفوخ ده. جبت كميه هنا حلوه، دول تقريبا كانوا 10 كيلو. هغسلهم كويس قوي ونبدا نشتغل فيهم على طول. زي ما اتفقنا احنا مش هنعصر ولا هنفرهد نفسنا. كل اللي هنعمله هنقشر اليوسفي وهنقطع الواحدة النصين ونشيل منها البذر تماما. الاستفندي اللي لونه اورنجي قوي ده المحمر ده بيكون مفيهوش بذر كتير، بس فرضا لقيتي بذر لازم تشيلي كل بذرة، لان لو بذرة واحدة جت في العصير هيمرر ويبوظ منك، فلازم تشيلي البذر كله تماما. هعمل بقى كل الكمية كده اهو بنفس الطريقة. اقعدي كده شغلي المسلسل التركي بتاعك، واقعدي كده قدام التلفزيون قشري وقطعي وشيلي البذر من الاستفندي كله. حلو قوي كده. صلوا بقى على النبي كده يا ولاد، علشان ربنا يجعلها ايام مباركة علينا يا رب. يلا بينا بقى نعمل كل الكمية وارجع لكم. وهنا كده على بقى ما ماما كانت ربنا يبارك لها هي اللي بتقشر لي الاستفندي. معايا هنا على 10 كيلو، كيلو واحد بس جزر. حابة تضيفيه تمام، مش حابة تضيفيه برضو تمام، لكن انا بحب اضيف الجزر عشان حاجتين. الحاجة الاولى نزود القيمة الغذائية، والحاجة التانية بيخلي لون العصير حلو قوي. فبدل ما نضيف لون ولا البودر اللي هو بتاع العصاير والكلام الفاضي ده كله، نضيف حاجة طبيعية وتدينا لون حلو وكمان قيمة غذائية عالية. قطعت كيلو الجزر شرايح كده، وهحطه بقى في حلة وعليه شوية مية، وهسيبه على النار يغلي لحد ما يتهري. مش عاوزاه يستوي، لا عاوزاه يتهري تماما. ميزة الجزر يا جماعة مش بيكون ليه ولا طعم ولا ريحة، فمش بيغطي ابدا على طعم اليوسفي. لو عاوزة تزودي الكمية براحتك. المهم جبت بقى الاستفندي بتاعي بعد ما خلاص بصوا مفيهوش ولا بذرة، وهجيب كمان الجزر، وهجيب بقى الكبة او الخلاط بتوعي. بصوا الجزر مهري ازاي، بجد يستاهل بقكم، بس لازم يبرد تماما، ما تشتغليش فيه وهو سخن. حطيت بقى في الكبة كده، نحط شوية من اليوستفندي، وحطيت شوية من الجزر. وعلى فكرة البرتقال كمان ممكن تعمليه بنفس الطريقة. وممكن كمان تعملي حركة ذكية جدا 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 لو انت مقلقة قوي من المرارة وان يكون في بذرة او كده. شيلي في كل كيس البلوستفندي وهو متقطع كده ومعاه الجزر، وشيليه متقطع، وطلعي الكيس على الخلاط على طول وتصفيه وتشربوه فريش. في الحالة دي مستحيل يمرر ابدا ابدا، حتى لو كان فيه بذرة مش بتمرر غير تاني يوم، تمام؟ يعني لما بيتركن، لكن في وقتها مستحيل. هنصفي بقى العصير بتاعنا بنفس الشكل ده كده وخلاص. انا هنا كنت بحاول ابقى بنت كيوت كده وبنت ناس في نفسي وبصفي بالمغرفة، لكن لقيت الموضوع مش جايب همه. خش بايدك يا فوزية، خش برجلك اليمين. خلاص بقى بعد ما عصرت كل الكمية بالشكل ده، هعمل برضو هكرر نفس الموضوع لحد ما اعمل الكمية كلها. حاجة حلوة قوي وجميلة ان انت يكون عندك خير في بيتك، وفي الوقت اللي احنا فيه ده ما بنصدق اصلا نلاقي حاجة رخيصة. فاستغلوا بقى يا جماعة المواسم وخزنوا الحاجة دي لاولادكم. خلاص بقى عملت اهو كل الكمية بقى بنفس الطريقة لحد ما بقى معايا الكمية الحلوة دي. هنا بقى تقدري تحتفظي بيها في اكياس، في ازايز، زي ما انت حابة. شايفين اللون والجمال؟ انا هعبيهم في اكياس، كل كيس اطلعه ازوده شويه ميه وعلى شفشه عصير. حاجه كده ما شاء الله تفرح القلب وتشرح القلب الحزين. يلا بينا بقى نقول الدعاء. اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، اخرجنا من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك ندفع ما لا نطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شجعوا أختكم حرية بأجمل لايك علشان بجد الفيديو يستاهل، وأنا الصفحة واقعة اليومين دول جدا جدا بسبب قلة التفاعل. فلو عاوزيني أكون دايما ظاهرة قدامكم وبتحبوا فيديوهاتي، شجعوني بلايك، ابعتوا الفيديو لاصحابكم، دعموني يا اولاد.
خلاص كده هعمل كل الكمية اهو بنفس الطريقة. وحبايب قلبي اللي دايما يسألوني على تطبيق حلو للوصفات بدون نت، هسيب لكم تطبيق جديد لسه نازل. التطبيق دوت هتلاقي فيه وصفات كتيرة جدا مكتوبة من غير نت، بتحمليه اول مرة بس وبيفضل عندك على طول. اتمنى يا رب يكون الفيديو افادكم ولو بمعلومة صغيرة. اتمنى يا رب يديم عليكم الصحة والستر والرضا والنعمة يا رب. ربنا يعينكم على حالكم ويعين كل الناس يا رب. ربنا يا رب كده. بصوا احنا محتاجين الفترة دي يا جماعة ندعي كتير. احنا مش بجد بجد مش مفيش حاجة هتمشي في دنيتنا غير بالدعاء. ادعوا يا جماعة وربنا قادر على كل شيء. اسيبكم بقى في رعاية الله، انا رغيت كتير قوي. كانت معاكم حورية، استنوني فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.